معك، وإذا اضطر الأمر بضل هون للمساء. انت شو عم تساوي؟ تعال معي بورا. لا تتدخلي. بدي أعمل عليها. ضاع الصبر مني. وبعدها بجي وبرتب هون. طيب أنا برتبهم، روحي. لا أقول أنت. صداقات ما أوصتك براسك مساء الخير للكل جميعا. بهالليلة عم نحتفل بمرور 27 عام على بتمنى لك النجاح. تفضلي تفضلي. المسدس بإيد بوران كان يرجف، بس مو من الخوف، من القهر. الكل وقف مكانه كأنه الزمن اتجمد داخل القصر. حتى ختيار اللي طول عمره صوته أعلى من الكل ما قدر ينطق بحرف أول ما شاف نظرة بوران. كانت نظرة شخص انكسرت آخر قطعة جواته. بوران يرفع الصورة بوجههم وهو يصرخ: مين أبوي الحقيقي؟ صداقات تقوم بسرعة وتحاول تقرب منه. بوران حبيبي اهدى، لكنه يبعدها بعنف لأول مرة بحياته. لا تلمسيني، كلكم كذابين. الكل ينصدم من طريقته، حتى جيهان اللي دخل بنفس اللحظة بعد ما رجع من المكان المهجور وقف مذهول وهو يشوف بوران حامل السلاح. قدير يهمس: نزل المسدس يا أخي، لكن بوران يلف عليه بسرعة: أنت لا تحكي معي، كلكم كنتوا تعرفوا مو هيك؟ جيهان يتقدم خطوة للأمام ويحاول يسيطر على الموقف. بوران: اسمعني منيح، لا تناديني بهالاسم. الجملة تضرب المكان كله، ثم يكمل بصوت مخنوق: إذا حتى اسمي مو إلي، شو ضل إلي بهالبيت؟ عليا توصل للقصر بنفس اللحظة مع نارا. أول ما تدخل وتشوف المسدس بإيده قلبها يوقع. يمكن تتذكروا اللحظة اللي وقف فيها بوران قدامها بالمشفى وقال: إذا بتعرض الفيديو بقتل حالي. وقتها كان واضح إنه يائس، بس اللي صار الليلة أخطر بكثير، لأن اليأس تحول لغضب. نارا تلاحظ الصورة بإيده ويتغير لونها فوراً، تعرف هالصورة وتشوف الكارثة قدامها عم تنفجر أخيراً. أما ختيار فكان واقف بالممر الخلفي ووجهه صار أصفر. بوران يلتفت نحوه مباشرة: أنت؟ الجميع يسكت. بوران يقرب خطوة خطوة لعند ختيار والمسدس بإيده. أنت ليش خفت أول ما شفت الصورة؟ ختيار يحاول يحكي لكن صوته يختفي. بوران يصرخ: احكي! فجأة أم خانم تبكي وتقول: خلص بقى، مو هيك تنعرف الحقيقة. الجميع يلتفت إلها بصدمة، حتى جيهان يهمس: يما، لكنها تكمل وهي ترتجف: كان لازم تعرفوا من زمان. صداقات تنهار فورا: لا تقولي. أم خانم تغمض عيونها وكأنها عم تذبح حالها بالحكي، ثم تقول: بوران مو ابن البورا بالدم. الصمت اللي نزل بعد الجملة كان مرعب. بوران يضحك ضحكة غريبة جدا مليانة وجع: شو يعني مو ابن البورا؟ جيهان يصرخ: يما انتبهي شو عم تحكي. لكن أم خانم تبكي وترد: الحقيقة لازم تطلع قبل ما تقتلوا بعض. ثم تنظر لبوران مباشرة: أبوك الحقيقي كان شريك قديم للعيلة. نارا تغمض عيونها فورا وكأنها كانت تتمنى توقف الوقت. أما ختيار فيجلس ببطء وكأن رجليه ما عاد يحملوه. بوران يهمس: كان يعني مات؟ لكن قبل ما تجاوب ينفتح باب القصر ببطء والرجل اللي ظهر بالمكان المهجور يدخل. الكل يلتفت بصدمة، حتى جيهان يرجع خطوتين لورا. الرجل يبتسم وهو يتطلع ببوران: لا مو ميت. بوران يحس نفسه مو قادر يتنفس. الرجل يقرب أكثر تحت أنظار الجميع ثم يقول: أنا أبوك. صداقات تصرح فورا: لا. أما بوران فالمسدس يقع من إيده بدون ما يحس. المشهد يتحول لفوضى كاملة. جيهان يهجم مباشرة على الرجل ويمسكه من رقبته: أنت ما إلك حق ترجع بعد كل اللي عملته. لكن الرجل يضحك بثقة غريبة: إذا بدك تضربني اضرب، بس ابنك مو أخوك مثل ما كنت مفكر. الكلمة تضرب جيهان بقوة، لأول مرة يحس إن حياته كلها كانت مبنية على كذبة. أما بوران فكان واقف بالنص، مو قادر يحدد إذا بده يبكي، يصرخ أو يقتل حدا. علي يطلقه بخوف حقيقي لأنها تعرف بوران، ولما ينكسر بهالشكل بيصير أخطر من أي وقت. الرجل يجلس بكل برود وكأنه صاحب البيت، ثم يطلع حوالينه ويقول: اشتقت لها القصر. قدير يصرخ فيه: مين أنت حتى تفوت هيك؟ الرجل يبتسم: اسألوا أمكم. كل الأنظار ترجع لأم خانم وتبدأ الحقيقة الثقيلة تطلع شوي شوي. قبل 30 سنة كان الرجل شريك بالعائلة وبقمة نفوذه، لكن صار خلاف كبير بينه وبين كبير العائلة القديم بسبب المال والنفوذ. وبنفس الفترة صداقات كانت حامل. الرجل يكمل: وقت عرفوا أنه الولد إلي قرروا يبعدوني. صداقات تبكي وهي تهز راسها: مو هيك صار. لكنه يصرخ فيها: بل هيك صار، أخذوا ابني مني. بوران يلتفت نحوها بصدمة: يعني كنتي تعرفي؟ صداقات تنهار بالكامل وما تقدر تجاوب. وهون بوران يحس أن آخر شخص كان يثق فيه كذب عليه. يرجع يرفع المسدس فجأة، لكن هالمرة يوجهه على الرجل نفسه. الكل يصرخ. بوران يقترب منه وعينه مليانة دموع: إذا كنت أبوي ليش تركتني؟ الرجل يجاوبه بهدوء صادم: لأنهم قالوا لي إنك متت. الجميع يتجمد، حتى أم خانم تغطي فمها بصدمة، كأن في جزء من الحقيقة هي نفسها ما كانت تعرفه. يمكن تتذكروا كيف كان بوران طول عمره يشعر إنه غريب حتى بين أهله، وكيف كان عنده غضب دفين بدون سبب واضح. فجأة
كل شيء يبدأ يركب ببعضه بطريقة مرعبة، لكن الصدمة الأكبر ما كانت هون. بينما الكل منشغل، نارا تنتبه لشخص واقف برا القصر يراقبهم من بعيد. رجل مجهول لابس أسود وبإيده كاميرا كان يصور كل شيء. نارا تطلع فيه بخوف لكنه يختفي بسرعة بالظلام. ترجع لعن جيهان وتهمس: نحن مو لحالنا. جيهان يطلع عليها بعدم فهم، لكن بنفس اللحظة يوصل إشعار لهاتف بوران. يفتحوا ببطء فيديو قصير، لقطة قديمة جدا فيها أمه تبكي والرجل الغامض واقف معها، وفوقهم صوت شخص يقول: لازم الطفل يختفي الليلة. بوران يرفع عيونه ببطء وينظر مباشرة نحو جيهان، لأن الصوت بالفيديو كان صوت والد جيهان الراحل.